من اروع وصفات لي شوطون اللي ممكن تجربي هما هادو بدون توريق. كتاخذوا نص او 3 الكيسان ديال الدقيق مع 150 غرام ديال الزبده. استعملت هنايا اللذه. البنات اللي كيسولوني ديما انا غالبا كنستعمل ايديال اولا اللذه، كتحكوها في المحكه الغليظه بالطريقه اللي شفتوا معايا. 150 غرام راه نتوما فاش كتجيبوا هذيك الباكي راه عندكم ميزانكم، ما كانش عندكم الميزان. غادي تاخذوا ثلث كاس ديال الماء عادي من الروبيني. باش غادي نعمروا الكاس غادي ناخذوا 50 مليلتر ديال الزيت النباتيه، هي هذيك الثلث اللي بقى. كديروا معلقه صغيره ديال الخل، شويه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر. كتخلطوا كل شيء وكتفرغوها على هذيك الكميه ديال الدقيق. العجينه باش تنجح لينا ما خاصناش نعجنوها اولا ما خاصناش ندلكوها، خاصنا نجمعوها بهذه الطريقه بحال كنجيبوا الدقيق وداك اللي ملبس بالزبده وكنحاولوا اننا نطويوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. ما بغاش تجمع لي العجينه وزدت ملعقه كبيره من الماء ديما غير من الروبيني باش تجمعات وحصلت على هاد العجينه. ما دلكوهاش، خليوها هكذاك ديك حبيبات ديال الزبده او طريفه الزبده فيها مباشره فوق سطح مرشوش بشويه ديال الدقيق. كتحاولوا انكم ديروها بحال الشكل ديال المسمنه اولا غير هانتوما بحال هذا الشكل. كديروها هكا وهكا وثاني كتجمعوها الطريقه ديال المسمن. كديروا هذه القضيه 2 ديال المرات فقط وغطيوها بفيلم اليمونتير وخليوها في الثلاجه. مباشره خذوا حبه ديال البصله كبيره مشلضه، زيت الزيتون في المقله، ديروا كلشي وشويه د الملح، خليوها حتى كتنزل وزيدوا تقريبا واحد 200 غرام ديال اللحم المفروم حتى كينزل. درت البصله، درت بودره ديال البصله، شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار. صايي من بعد طفيت النار ودرت 3 ديال القطع ديال الجبن. كنحاول نمعكهم، كنخليو الحشوه كتبرد والعجينه شحال ما بقات في الثلاجه كيكون مزيان. في سطح مرشوش بالدقيق كنحاولوا اننا نديروها شكل مربع، ما يكونش غليظ وما نخليوهش رقيق باش تنجح لينا الوصفه. في هذا الوقت الفران راه مسخن على اعلى درجه من الاسفل والاعلى. كانت المروحه ديروها، ما كانش المروحه سخنوا غير من الاسفل والاعلى. كتقطعوا دوائر. جمعت هنايا العجينه قدامكم ولكن ما تصوراتش العجينه، غير كطويوها ما كتجمعوهاش وكتخليوها في بلاستيك غذائي في الثلاجه. القرص الاول كدهنوا الجوانب ديالو بشويه ديال الماء وكديروا الحشوه اللي كتكون طبعا بارده، حشوه بسيطه كتكفينا بالضبط لهاد الكميه اللي عطيتكم. كتوركم مزيان على هاد الشوسون، هاد الشكل اللي درتو، ومن بعد وركوا عليه بالفورشيت بحال هاد الشكل. كملوا بنفس الطريقه حتى كتساليو الكميه كلها اللي عندكم. كتحاولوا تقرصوه تعطيو غير واحد شويه ديال الطول بشكل بيضاوي كيف كتلاحظوا. كدهنوا بالماء وكتعمروا الحشوه وتكملوا بنفس الطريقه حتى كتساليو الكميه كلها اللي عندكم. غير حاولوا تزيروهم هكا مزيان باش ما كيتحلوش لينا في الفران وكيتورقوا. كنأكد على الفران راه مسخن. كنتقبوهم بهذا الشكل باش ما يطرطقوش لينا وباش ما تخرجش الحشوه. راه كنقلبوهم، كندهنوهم بيضه اولا غير بصفار بيضه بهذا الشكل. كندهنوهم في الاولى كاملين، عاد كنرجعوا ندهنوهم الدهنه الثانيه، عاد كنديروا هذا الشكل ديال الفورشيت. فاش كندخلهم الفران كنخليوهم لمده ديال 7 ديال الدقائق بالضبط وكنقصوا عليهم النار ل 150 درجه اولا النار مهيله بزاف، فرن غازي حتى كيطيبوا كيتورقوا. فاش كتكون ديك 7 ديال الدقائق تما راه كيتورقوا، والشيء الاخر راه كيزيدوا في التوراق وكيتقرمشوا. فاش كتخرجوهم زينوهم بفرomage غابي وشويه ديال المعدنوس وهما لي شوسون ديالكم واجدين. الا قلت لكم هادو احسن والد واروع وانجح وصفه ديال الشوسون تيقوا بيا وجربوا الوصفه لانها فعلا لذيذه بزاف بطريقه بسيطه. الحشوه ممكن ديروا اللي بغيتو، كنفضل ديروا لها داند مع هذيك البصله، يكون قطع طريفات كيجي رائع. غير جربوها راه ما تندموش.